وحشتك وحشتني كلمتني، ظبطنا نزلنا عادي زي اغلب الناس، نزلنا قعدنا في كافيه يعني مفيهاش مشكله. يعني مش هنروح نقعد في اولاد رجب يعني. عدد الكافيهات بقى يا معلم يعني ليها طقوس كده واصول لازم تكون عارفها، ما ينفعش تعديها. يعني ما ينفعش تنزلني من البيت واول ما نحط رجلنا جوه الكافيه تسالي على فيش عشان تقعد تشحن الموبايل. ايه يا عم، ايه يا عم الشغل اللي كواخ ده؟ هو انت جاي من الغيط؟ ما تشحنه يا عم في بيتك يا عم. ليه بتحسسني ان انا رخيص قوي كده؟ ليه انا اتقدر واقعد جنب فيشه ومليون في المية كده كده يعني الترابيزه اللي جنبها الفيشه بتكون اوسخ ترابيزه في المكان؟ ليه يا عم؟ ليه تقل مزاجي كده؟ ربنا يولع فيه. شحنت الموبايل تقعد بقى معايا وتسيبه كده؟ لا ازاي؟ لا تقعد تكلم صاحبته على الواتس ويقعد يكلم مين مش عارفه مين ومين. انت منزلني عشان تعرفني انك مصاحب؟ يعني انت بتذلني يعني مثلا مع اللاعب بتكلمهم يا معلم؟ يعني انت منزلني نغير جو ولا منزلني تخنق في اللي جابوني ولا يعني انت ايه؟ تحت اي ظرف من الظروف مهما حصل ما ينفعش بعد ما دخلنا وقعدنا فيجي الوتر يقول لنا في مينيمم فانت تقومنا نمشي. يعني اقسم بالله شكلنا بيبقى اوسخ من فردة الشراب المتهربده اللي متقطعه من كل حته. وما تفتكرش ان محدش خد باله السايس اللي بره في الشارع بصلنا بصه قذره بعد ما كنا واحنا داخلين بيقول لنا نورتوا المكان يا بشوات. علي بيقول هنا ايه بقى؟ نسال قبل ما ندخل ونقعد في مينيمم ده. طب يا جماعه سلام عليكم يعني عشان الهبه تفضل موجوده ما تتفشخش كده عشان ياخدك مهما كنا اصحاب تمد ايدك على البيبسي اللي بشربه او العصير ورب العزه قطعها لك. يا دين النبي يا دين النبي لو اللي هو بس الموضوع جه في خيالك بس ان انت تفكر في انك تقول لي كلمه هات حته مثلا او دوقني، يا نهار اسود وعز الجلال اللي قطع شراييني عليك احبسك. خلاص بقى فكك من ايام زمان لما الواحد كان اهبل كنت افتح كيس شيبسي ما الحقش اعرف ده ملح ولا كباب ولا جبنه متبله ولا ايه. خلاص فكك من الجو. كل قرف مليته البلد يا اخي. بالنسبه لشيشتي فدي بتاعتي لوحدي نازلالي، اللي ده نازل لبق انا يعني دي استخدام شخصي. يعني انا انت ما ينفعش تقول لي هات نفس لان انا ما ينفعش اقول لك اديني بوكسر من بوكسراتك. يعني بوكسرات دي بيرسونال يوز نفس نفس الفكره. الجو بتاع هات نفس ده شيله من دماغك نهائي انساه. يعني كفايه تسول بقى مزنوق في نفس فشخ اعمل كده كده. ثم ان النفس اللي هتاخده ده هو بقى بالذات دونا عن كل انفاس الشيشه هو ده اللي هيكيفني ويخليني مبسوط. لما تكون عامل فيها ابن ناس ومكسوف وبتاع وانا عزمت عليك مثلا يعني كمل الكسوف للاخر يا اخي وما بتروح في لحظه ليه لما اقول لك خد يا معلم دوق خد كمل الكسوف. دي عزومه مراكبيه. الصوت العالي الصوت العالي الصوت العالي. يعني لما نبقى قاعدين انا وانت على نفس الترابيزه وبتكلمني تحكي لي حاجه مش لازم اللي بيعمل حمام جوه في قلب الحمام يسمع الحوار ايه.